اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ فيري. كل سنه وانتم طيبين، كلها لحظات وشم النسيم على الابواب. كلنا متعودين بقى ناكل الفسيخ وناكل الرنجه وناكل الحاجات اللي فيها نسبه املاح عاليه، ولكن علشان خاطر نحصل على وجبه جميله وصحيه لازم ناكلها بالطريقه اللي هنعملها دي. يعني هناكل 3 حاجات من المواد اللي فيها املاح دي ولكن بطريقه صحيه. تعالوا مع بعض نشوف. اول حاجه عندنا دبس السيمون او التراماه، بيتقال عليه تراماه. مكونات التراماه هو حوالي 300 جرام من السيمون فيميه، عندنا 100 جرام او 150 جرام من البطارخ، وعندنا 200 جرام من الزبده وعصير ليمون وبشر ليمون. حاجات بسيطه جدا. عندنا كمان حاجه اسمها الطبونات، ودي اكله يوناني، مكوناتها بسيطه قوي. هو عباره عن زيتون بيوريه حوالي ربع كيلو، وعلبتين من الانشوجه بنضربهم مع بعض مع شويه زيت زيتون وعصير ليمون. يعني هنلاقي ان في كل ال3 حاجات اللي احنا بنعملهم عنصر مشترك، زيت الزيتون وكمان بشر الليمون وعصير الليمون. عندنا بقى دبس الرنجة، ودبس الرنجة ده من الحاجات اللي الشعب المصري جديدة عليه. هي عبارة عن كيلو من الرنجة الفيليه، هنحط عليه كوباية طحينة وبرده عصير ليمون وزيت زيتون وبشر ليمون. يبقى احنا زي ما قلت ال3 حاجات فيهم 3 عناصر رئيسية مشتركة. عندنا زيت الزيتون، عندنا عصير الليمون، عندنا بشر الليمون. ده في ال3 حاجات. أول حاجة هناخدها، هناخد الزبدة وناخد السيمون فيميه وناخد كمان البطارخ ونحطهم في الكبة بالراحة خالص اهو. زي ما قلنا 300 جرام، عليهم 200 جرام زبدة، عليهم كمان 150 جرام من البطارخ زي ما قلنا كده. طبعا العناصر اللي احنا قلنا هنحطها مع بعض، او العناصر الرئيسية هنضيفها واحنا بنفرم الخليط ده. شايفين الخليط؟ هنضيف بقى بشر الليمون شوية، وهنضيف شوية كمان من عصير الليمون حوالي معلقتين او 3، ونستنى لما يتطحن خالص. كل المقادير بتاعتنا دي هبص عليها كده اهو، نجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان يبقى زي ما بنقول خليط بيتاكل زي البيبس، يعني يتاكل كده مع خبز محمص او توست محمص او زي ما انتوا عايزين، باي طريقه تعجبكم كلوه. خلاص كده الخليط بتاعي بقى جاهز للاكل. كل الطرق زي ما بيقولوا تؤدي الى روما. يعني هجيب الزيتون المفروم مع الانشوجه وزيت الزيتون وعصير الليمون وبشر الليمون، هضربهم في الكبه بنفس الطريقه. هجيب الرنجه والطحينه وبشر الليمون وعصير الليمون وزيت الزيتون، هضربهم بنفس الطريقه. بس انا حبيت اوريكم اول عنصر من عناصر بتاعنا اللي هو زي ما بنقول التراماه بيتعمل ازاي اهو. هنفضيه قدامكم في طبق التقديم، وبعد كده هنعمل بنفس الطريقه الحاجات كلها. هنجيب كده الخليط، شايفين عامل ازاي وقوامه عامل ازاي. طبعا مش عايز اقول لكم طعمه، لما تدوقوه هيبقى شكله ازاي. كل اللي بنعمله بنشيل السكينه دي بس عشان خاطر نجيب كل الكميه الموجوده. نرفع زي ما قلت بنفس الطريقه هنستعمل الخليط بتاعنا اللي هو زي ما قلت الرنجه وكمان الزيتون. كل الحاجات دي هنضربها مع بعض في الخلاط وبالهنا والشفا. بعد ما خلصنا كده هنعمل ايه؟ هنفرد الخليط اهو، ونديله معلقه من زيت الزيتون عليه كده، وبشره من الليمون وبالهنا والشفا. هجيبه لكم هنا كده عشان تتفرجوا عليهم، مش هحركه لغايه ما نخلي ال3 مع بعض. بعد ما خلصنا مع بعض التراماه او خليط السلمون المدخن مع الزبده ومع عصير الليمون وشويه من زيت الزيتون وبشر الليمون، وكمان عملنا الرنجه مع الطحينه وبرده شويه زيت زيتون وعصير ليمون وشويه من بشر الليمون، وعملنا الطابونات مع شويه اللي هو الزيتون المفروم والانشوجه وكمان زيت زيتون وعصير ليمون بالهنا
والشفا. كل سنه وانتم طيبين. ده شكل الاطباق بتاعتنا، شويه بقى عيش محمص بلدي، شويه عيش محمص شامي، توست محمص. اهم حاجه تكون الحاجه محمصه وتاكلوها كده. خففنا كميه الاملاح او الملوحه الموجوده جوه الثلاث حاجات بتوعنا بالاضافات اللي اضفناها. طبعا عايز اقول لكم بعد ما خلصنا الثلاث حاجات بتاعت شم النسيم، لما بنيجي نستعمل اسماك في البيت او نطبخ اسماك في البيت بتبقى ايدينا كلها فيها شيء من الزفاره. فعشان ننظف ايدينا هنجيب شويه من الملح مع شويه من الميه الدافيه وعليها عصير ليمون، وندعك بيها ايدينا كده كاننا بنغسلها بالصابون. ودي نصيحه فيري لكم في مطبخ فيري. كل سنه وانتم طيبين. انتظرونا دايما في كل ما هو جديد في مطبخ فيري.